أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. أهلا وسهلا بكم في قناة حكايات الليل واخره. قصة الأوشحة العجيبة في بلدة صغيرة تحيطها الجبال المكتسية بالثلج. عاشت خياطة تدعى خديجة، معروفة بمهارتها ودقتها في صنع الأوشحة. كانت خديجة تعمل في ورشتها الصغيرة، تصنع أروع الأوشحة التي تجذب الأنظار في السوق. ولكن ما لم يعلمه أحد أن خديجة كانت تخفي سراً غريباً. أوشحتها تحمل قوى سحرية. ذات يوم، بينما كانت خديجة في السوق تشتري الخيوط، اقتربت منها امرأة عجوز ذات ملامح غريبة. أعطتها كيساً صغيراً ملؤه خيوط براقة وقالت: هذه الخيوط سحرية، ولكن احذري. لكل وشاح تصنعينه منها قوة خاصة، وقد تكون خطيرة إن لم تستعمل بحكمة. رغم ترددها، أخذت خديجة الخيوط وعادت إلى ورشتها. هناك بدأت تنسج 3 أوشحة مميزة. وارر، وشاح أحمر يمنح السرعة الخارقة. وشاح أزرق يجعل من يرتديه غير مرئي. وشاح ذهبي قادر على تحقيق أمنية واحدة. بعد أن انتهت خديجة من صنع الأوشحة، وضعتها في صندوق خشبي، وقررت الاحتفاظ بها بعيداً عن الأنظار. ولكن في إحدى الليالي تسلل لص يدعى سامر إلى ورشتها وسرق الصندوق. عندما اكتشفت خديجة السرقة، شعرت بالرعب، فهي تعلم أن الأوشحة قد تسبب كارثة إذا استخدمت بشكل خاطئ. بدأت خديجة تتابع سامر، مستخدمة ذكاءها وخبرتها في قراءة العلامات. لاحظت أثراً تركه الوشاح الأحمر. أحذية اللص تركت آثاراً طويلة بسبب سرعته الكبيرة. وعندما بدأت آثار الأقدام تختفي، أدركت أنه استخدم الوشاح الأزرق ليصبح غير مرئي. على الرغم من الصعوبة، استمرت خديجة في مطاردته حتى اكتشفت مخبأه في الغابة. أعدت خديجة خطة لإيقاف سامر. أشعلت ناراً صغيرة في مكان قريب لتوهمه بوجود خطر، ما جعله يخرج من مخبئه. في اللحظة المناسبة، ألقت خديجة مسحوقاً خاصاً كانت قد صنعته، مما أبطل مفاعيل الأوشحة السحرية. واجهت سامر وأقنعته بالعودة إلى البلدة معها. اعترف بخطئه وأعاد الأوشحة. قررت خديجة أن الأوشحة السحرية تحمل خطراً كبيراً، لذلك أخذتها إلى بحيرة سحرية في الجبال وألقتها لتبقى في أمان بعيداً عن أيدي البشر. عادت خديجة إلى حياتها الطبيعية، واستمرت في صنع أوشحة جميلة وعادية. ولكنها تعلمت درساً عميقاً: القوة الحقيقية ليست في السحر،